اصطحبت فيرونيكا رادليج ابنها وثلاثة أطفال معها للتسوق في متجر وولمارت ببلدة هايدن بولاية آيداهو الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من الحدود مع كندا، حيث كانت تزور أقرباء لها. وسجلت عدسات كاميرا المراقبة المشاهد المأساوية لمقتل الأم. كان الطفل وعمره 2 يجلس في عربة التسوق حين مد يده إلى حقيبة والدته وأمسك بمسدسها فانطلقت منه رصاصة. توفيت الأم إثر ذلك، ولم يكن زوجها معها لكنه سارع إلى المتجر بعد الحادث. كيري رودليج والد زوج القتيلة وصفها بالأم الشابة الجميلة المحبة التي لم تكن تستهين بمسؤولياتها على الإطلاق. نحن في موسم إجازات ما بعد أعياد الميلاد وما قبل رأس السنة. مأساة، حادث مأساوي. متحدثة باسم متاجر وولمارت قالت إن المتجر يتعاون مع سلطات التحقيق المحلية، مضيفة أن الحادث محزن ومأساوي.